تعالى لهم نبيهم الكريم هود عليه السلام، والذين كانوا يسكنون الأحقاف التي تقع مدينة الأحقاف في شمال حضرموت، وموضع بلادهم اليوم رمال ليس فيها بشر أو زرع. ولقد ذكر في القرآن الكريم اسم نبي الله هود 7 مرات، هو نبي عربي، حيث كانوا ذوي بسطة في الخلق وأولي القسوة وبطش شديد، وكانت لهم بلاد عامرة وأرض خصبة ذات جنات ونخيل ومقام كريم، حيث قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر كيف فعل ربك بعاد أرام ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. صدق الله العظيم. ممكن يأتي هنا سؤال: اذكر الآية التي تدل على أن قوم عاد كانوا لهم بلاد عامرة وأرض خصبة وذات جنات ونخيل ومقام كريم. هذه هي الآية. حيث كانوا قوم عاد طوال الأجسام أقوياء البدن، وكانت مساكنهم رفيعة ذات عماد، وهو ما تعتمد عليه الأبنية، حيث كانوا يتمتعون بثورة طائلة ويتمتعون بعيش رغيد وحياة رافعة. أبطرتهم النعمة وغرتهم القوة، حيث تمادوا في الظلم والفساد وكانوا يمارسون القمع بعنف. إن القوة والنعم من الله أصابتهم بالغرور والبلاء والاستعلاء، حيث راحوا يتباهون ناسيين بأن الإنسان لا يمتلك لنفسه موتا ولا حياة، أي بأنه مخلوق ضعيف أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. تعددت أساليب نبي الله هود عليه السلام لقومه، بين ذلك لقد حذرهم هود عليه السلام كثيرا، وطلب منهم الرجوع إلى الله المنعم، وحذرهم من مغبة العصيان وعبادة الأوثان واقتراف المثال، ولكنهم أصروا على عنادهم، فما كان من الله سبحانه وتعالى بأن يهلكهم ويستخلف غيرهم في الأرض، حيث أدى نبي الله هود عليه السلام رسالته على الوجه الأكمل، وتحمل في سبيلها أنواع الشدائد، وتعرض أيضا اتهام الكاذبة والاعتراضات، حيث اتهموه بالسفاهة وخفة العقل وأيضا بالكذب.